مساء الخير، إزيكم؟ أنا اسمي محمد التيتي، أنا باشتغل استشاري تسويق و النهارده هنكمّل سلسلة من الحلقات اللي بدأناها وفيها بنشرح استراتيجيات لمضاعفة مبيعات متجرك الإلكتروني بدون مضاعفة الميزانية، عن طريق حاجة باسميها الfour pillars strategy أو استراتيجية الأعمدة ال4 فيها 4 أعمدة بتعتمد على استراتيجيات مجربة وفعّالة تقدر عن طريقها تحسّن أداء حملاتك الإعلانية للمتجر الإلكتروني من غير ما تزوّد ميزانيتك، بنفس الميزانية تضاعف المبيعات. اتكلّمنا في الحلقات السابقة عن pillar أو عمود مهم جدًا وهو الcommercial pillar. النهارده هنحاول نتكلّم مع بعض على عمود تاني أو أساس تاني أو pillar تاني وهو المحتوى. دايمًا من المصطلحات أو الidioms اللي بتتقال كتيرة جدًا في الmarketing وهي content is king. بس دلوقتي في الوقت الحالي excuse my French content is bitch. ما بقاش الcontent بنفس ال نقدر نقول المكانة اللي كان موجود فيها، بل بالعكس بقى دلوقتي الcontent حرفيًا متهان، وكله بيقلد بعضه وكله بيcopy paste بعضه، والموضوع زاد أكتر مع التطور الكبير اللي حصل في الgenerative AI أو أدوات الذكاء الاصطناعي اللي بتساعد على صناعة المحتوى. الموضوع بقى مُبتذل جدًا، وبقى كتير جدًا من المحتوى اللي بنشوفه، وأنا لمّا باقول كلمة محتوى ديّة عايز أوضّح نقطة مهمة جدًا، وهي إن أنا المحتوى ده هو أي حاجة حرفيًا أنت بتشوفها في كل مكان، بس أنا هنا باتكلم بقى على الإنترنت من أول صورة، فيديو، كتابة text أنت بتشوفه في السوشيال ميديا أو على الموقع بتاعك، في إعلان، في design، في أي حتة، كل الحاجات ديّة هي نوع من أنواع المحتوى، تمام؟ في بقى منه المحتوى المكتوب، المحتوى المرئي، المحتوى المسموع، أنواع كتيرة، ودي مش يعني أنا هنا مش باتكلم عن الميديا، هنا باتكلم على الmarketing، بس مهم نكون فاهمين ده. لمّا باقول محتوى مش معناه الreels على تيك توك ولا معناه إعلانات بس، لأ هو حرفيًا كل أنواع المحتوى اللي شرحتها ديّة. طيب أنا كصاحب متجر إلكتروني أو عندي e-commerce brand والe-commerce brand is growth ready أو جاهزة للنمو، وكنا شرحنا ده في حلقة من الحلقات وممكن نتكلم عنه أكتر في الحلقات اللي جاية. إيه اللي المفروض أكون عارفه عن المحتوى، وإيه هي أنواع المحتوى اللي أنا المفروض أكون باشتغل عليها كe-commerce brand؟ أول معلومة صادمة هي إن أنت ما ينفعش تكون بتعمل محتوى اللي هو باروح آخُد منتج أحُطّه على صورة وأعمل التصميم بتاعه، بل بالعكس أنت لازم تكون عارف أنت بتخاطب مين الأول، وعارف الstage أو المرحلة اللي الشخص ده موجود فيها، عشان وأنت بتحُط بقى المحتوى أو الpiece of content اللي أنت هتجهّزها، تبقى عارف إيه ال الformats اللي أنت المفروض تكون بتعملها، أو إيه النماذج اللي المفروض تعتمدها أو الtemplates اللي المفروض تمشي عليها. الstages اللي بيمُر بيها أي عميل هالخّصها في 5 stages. أول حاجة اسمها الunaware، الشخص اللي ما عندوش وعي بالمشكلة اللي موجودة عنده، تمام، أو ما عندوش وعي بيك أنت كbrand، وما عندوش وعي بالخدمة نفسها اللي موجودة، ماشي، دول كلّهم هم الشخص الunaware. هو شخص، وتحديدًا الشخص اللي ما عندهوش معرفة عن المشكلة اللي بتواجهه، تمام، فبالتالي ده شخص مهم جدًا إن أنت تكون بتخاطبه بمحتوى تعليمي وتوصل له عن طريق محتوى واسع الانتشار أو viral content، سواء كان بقى مع celebrities لو أنت big brand وbig budget ومعاك بقى إيه budget كبيرة، أو عن طريق viral بقى content بformulas وhooks مختلفة وstructure للإعلان اللي بتعمله والشكل ده، تمام.
بعد كده في stage تانية وهي الproblem aware، شخص عارف المشكلة اللي عنده، بس لسه مش عارف الحل. طيب أنت ساعتها بتيجي له وبتقول له الحل، وهنا الformats اللي بتنجح جدًا وبتبقى مناسبة جدًا في المرحلة دي، حاجة يعني ضاع مسماها وهي الUGC content أو الuser generated content أو المحتوى اللي المفروض يكون العُملا هم اللي بيعملوه، وده ما بيحصلش دلوقتي. دلوقتي الموضوع بقى معظمه صناعة، وده أنا مش ضدها، بل بالعكس هي صناعة قوية وصناعة واعدة، يمكن بس المشكلة فيها في إن إحنا سميناها كده UGC، مع إنها هي ممكن تبقى CGC Creator Generated Content، محتوى صنعه صانع محتوى بمعنى بسيط بالعربي، ماشي، وساعتها هيبقى هو ده المسمى الحقيقي بتاعه، ده أقرب لي أنا من وجهة نظري. آآ بس المصطلح الدارج واللي معروف هو الUGC content أو ال UGC creators، الناس اللي متخصصة في صناعة محتويات بتتكلم فيها عن المنتجات والخدمات بهدف البيع، تمام؟ الناس دي أنت لو عملت search على كلمة UGC creator على فيسبوك هيطلع لك جروبات كتيرة فيها ناس كده، بدأ يبقى في شركات بتقدم النوع ده من المحتوى، بقت صناعة. وممكن تلاقي على تيك توك مثلًا لو كتبت UGC creators هتلاقي profiles كتيرة جدًا لشباب كتير وشابات كتير بيشتغلوا في ده، يمكن البنات أشطر شوية في الحتّة دي، بس برضه في ولاد كتير جدًا أقويا في الجزء ده. ودول بالنسبة لي يعني هم فعلًا يعني تغيير في اللعبة. ليه؟ لإن موضوع الفيديو content وتحديدًا بقى الإعلانات مع المشاهير أو الinfluencers، حد عنده عدد كبير من الfollowers، سواء ده كان بيتفاعل معاه أو مش بيتفاعل معاه، أيًا كان العدد ده عامل إزاي، في فترة من الفترات الموضوع بقى فعلًا هو المحرك الأساسي لكتير من البراندات، باختلاف التأثير بتاعه. في وقت من الأوقات وفي دول كتير جدًا كان العائد اللي بييجي من الinfluencer marketing كبير أوي، وبالتالي حصل الانتشار الكبير للمسمى ده، ويمكن من أكتر الأوقات دي كانت تقريبًا 2017 و2018، دي كانت زهوة الinfluencer marketing. يعني كانت فترة ممكن تحط مثلًا 100 ريال مثلًا مع influencer ييجوا لك 100,000، يعني حرفيًا كان الموضوع فظيع وفيه أرقام هلامية. الموضوع دلوقتي اتغيّر خالص، ما بقاش بالمنظور ده وما بقاش بالسهولة دي، فشوية الcreators، الناس اللي شاطرة في صناعة المحتوى، بغض النظر عن هُم مشهورين أو لأ، بغض النظر هُم عندهم ملايين المتابعين أو لأ، بقى العامل ده مهم أوي، وبقى النوع ده والفورمات دي من المحتوى مهم. فالUGC testimonials قوية، شخص بيطلع بيحكي وبيقول تجربته مع المنتج أو إن هو المنتج ده إزاي هو كان مفيد ليه وحل له مشكلة. هنا الproblem aware بيبدأ يhooked أو إن هو تقدر تشبكه معاك بمعنى أصح، ماشي؟ وبرضه من الformats اللي مهدور حقها واللي مش كتير بيستعملوها، وهي حاجة اسمها الfounder story، إن أنت كصاحب براند، ماشي، بتطلع تتكلم عن البراند بتاعتك. كتير أوي بيحسّوا إن أنا كل الناس هتبقى طبعًا متوقعة إن أنا هاقول كلام حلو عن البراند وإن مش عارف إيه، بس ده في اللا لا لاند. إنما في العالم الواقعي لمّا جينا جرّبنا الformats دي أو الformat دي نجحت جدًا. الفكرة كلّها في الشطارة بتاعة الشخص نَفْسه وهو بيتكلم، وفي honestly، وإن هو مش باين إن هو سلذجي، إن هو رايح عمّال بيبيع المنتج بتاعي جامد جدًا عشان لأ، احكي story، احكي قصة. الناس زهقت من من الsales pitches اللي بتتقال لهم في كل حتة، ومن الad copy الفظيع المطرقع والكلام المفرقع والحاجات دي كلّها. خلّيك صريح وخلّيك واضح، واطلع احكي قصة المنتج بتاعك، الخدمة دي أنت عملتها ليه، المنتج أنت بتبيعه ليه، ماشي، ليه عملت مثلًا الpiece of furniture ديّة، يعني بتبيع الجهاز ده ليه، بتبيع المنتج ده ليه، ماشي، هو هنا هيrelate ليك. احكِ له قصتك أنت، ما تحكيش، ما تبيعش، ما تقولش المنتج بتاعي حلو وسعره حلو، ما تتكلمش عن الكلام ده كلّه. ممكن تتكلم فيها بصياعة مثلًا، إن أنت من أكتر المنتجات المبيعًا عندنا مثلًا التيشيرت اللي هو أصلًا تمنه تمن رحلة من مكان لمكان، ده فيديو من فيديوهات founder من الfounders
شاطرة جدًا، الفيديو بتاعها ده بيطلع في كل حتة، و أنا مش هاقول اسم الbrand يعني، تمام، وأنا متأكد 100% إن الفيديو ده عامل لهم impact كبير جدًا، لو هم مش مشغّلينه conversions فأنصحهم إن هم يشغّلوه conversions. آآ فده الfounder story، أنت بتحكي الstory بتاعة الbrand، خصوصًا لو أنت مش بتبيع منتج رخيص أو رخيص مقارنةً بالمنافسين بتوعك، أنت مش inferior، أنت premium في الtier بتاعتك، يعني إيه premium في الtier بتاعتك؟ يعني أنت المنتج بتاعك سعره double to triple السعر العادي بتاع أي حد الaverage عمومًا، تمام، تختلف طبعًا من niche للتانية ومن market للتاني يعني. فأنت ده بيفرق أوي، يبقى إحنا كده قُلنا الUGC single testimonial أو الفيديو اللي بيتكلّم فيه creator، تمام، واتكلّمنا برضه على الfounder story أو قصة صاحب الbrand أو المؤسس نَفْسه والمُسِّسين للإيه، للbrand، تمام، يبقى كده قُلنا الunaware، الproblem aware، الproblem aware اللاواعي وعنده وعي بالمشكلة، تمام، المرحلة اللي بعديها الsolution بقى aware، ده شخص already عارف إن هو عنده مشكلة، تمام، وعارف الsolution بتاعها، بس ليه بقى هييجي ياخد الsolution بتاعك أنت، ليه هيشتري المنتج بتاعك أنت؟ هنا يعني لو سألت أي حد basically أهم نقطة مهمة هنا المفروض تعملها هي مقارنات بقى، مقارنات وUs versus them وcomparison للصبح، سواء في فيديو format أو في image، صورة فيها المنتج بتاعك أو الlogo بتاع الbrand بتاعتك versus الlogo بتاع منافس معمول بقى عليه blur، معمول عليه أيًا كان الطريقة الصياعة اللي هتعملها في الcreative نفسه، في الdesign نفسه، وبتورّي المقارنة بينك وبينه في نقاط القوة اللي عندك versus نقاط الضعف اللي عنده، ما تصِعش، اكتب الحقيقة، تمام، أو جمّل أو اعمل إعادة صياغة للحقيقة عشان الcomparison تكون فعلًا واضحة وتكون فعلًا بتدّي من الآخر، ما تقولش إن أنت سعرك أرخص وأنت أغلى، ما تقولش إن أنت عندك ضمان أعلى وأنت ما عندكش ضمان أعلى، ما تحاولش تكدب عشان ده بيضر الbrand وده حاجة مش ethical، فأنت اعمل us versus them واعمل comparison بشكل واقعي، بشكل حقيقي. والإعلانات اللي مكتوب عليها الfeatures، مكتوب عليها الmaterial، مكتوب عليها الunique selling point بتاعتي، تمام، أجمد كرسي في مصر، أرخص مش عارف كذا، الfeature اللي أنت بتحطه كstatement على الdesign فظيع. وهنا هيخلّيني أقول حاجة مهمة ناس كتير ممكن تكون مش متوقعاها من التجارب، تمام، إعلانات الصور لسه أسرع وأرخص نوع محتوى إعلاني ناجح، مش الفيديو. الفيديو مهم والفيديو قوي والفيديو هو من أهم الformats، بس still الصورة أرخص، أسرع في الإنتاج وvery effective، فما تهملهاش. فعشان كده وأنا باتكلم وباشرح، أنت إنك تجيب صورة تحط عليها الfeature بتاعك كstatement وصورة المنتج واضحة، صورة المنتج كمان even حتى على الطبيعة بتفرق جدًا. ملايين من الإعلانات اللي عملناها، تمام، أو ملايين من اللي صرفناه على الإعلانات بقى عشان مش ملايين من الإعلانات، هو ممكن يكون وصلنا ملايين إعلانات بس أنا مش متأكد من ده، فعشان كده أنا متأكد إن إحنا صرفنا ملايين على إعلانات كتيرة جدًا text based single image ad مكتوب عليه كلام بس، ما فيهوش حتى صورة المنتج، وحققت عائد على الإعلانات وحققت مبيعات قوية جدًا، فوق ما تتخيلوا في tests كتيرة عملناها في صناعات مختلفة وفي markets مختلفة كتيرة جدًا وكانت ناجحة. عشان كده ما تهملش الimage ads، بل بالعكس اهتم بيها. نرجع بس للجزء اللي كنت باتكلم فيه وهو الunaware، الproblem aware، الsolution aware. وهنا لمّا أنا بس عايز أوضّح نقطة، الformats اللي أنا باقولها دي هي من إيه، نقدر نقول من أفضل الformats، يعني لو أنت عاوز تجرّب في الstage دي تعمل نوع محتوى، اعمل الحاجات دي، بس في حاجات تانية كتير ممكن تجرّبها، يعني مش بس دول، هو دي بس أنا باقول لك guidance أو يعني باخد بإيدك كده وباقول لك يا باشا اعمل الإعلانات دي.
ابدأ بدول بس الأول في المرحلة دي، وشوف الدنيا عاملة إزاي، وبعد كده ابدأ طوّر وزوّد وطرقع وجرّب واعمل، وروح وتعالَ واطلع وانزل، تمام؟ فأنت كده unaware problem aware solution aware. اللي بعد كده بقى الbrand aware. ده شخص بقى عرفك وعارف الbrand، تمام؟ فالشخص ده تروح له بtestimonials reviews بقى على طول بقى testimonials دي في صورة text برضه، بصياعة بtemplate صايع، أو في صورة image أو في فيديو testimonials، تمام. أسباب 10 أسباب عشان تشتري المنتج بتاعنا، بس بلاش 10 عشان كتير أوي. خلّينا في ال3، ال4، ال5، تمام. الUGC بقى mashup أو compilation، اللي هو مجموعة من الفيديوز اللي فيها أكتر من UGC creator، تمام. بيتكلم على إيه، بيتكلم على المنتج بتاعك، وكل واحد متجمّعين كلّهم مع بعض في فيديو واحد، تاخد من هنا 5 ثواني، من هنا ثانيتين، من هنا 3، من هنا 4، وتعمل الفيديو بتاعك، تمام. فالformats دي من أكتر الformats القوية جدًا لمّا أنت بتخاطب شخص بقى already عمل لك follow، عمل لك like engaged معاك على السوشيال ميديا بأي شكل، زي الweb site بتاعك، هو في الآخر brand aware، يعني يعرف عنك، سمع عنك قبل كده. طيب الmost aware بقى، اللي هو أنا عايز بقى أجيب الناس اللي خلاص بقى ماشي، إن هم عارفين الbrand ومقتنعين وكل حاجة، بس عايزين الزقة، الناس داخلة عند الweb site ضافت منتج في الcart ماشي، وما كمّلتش، الناس اللي وصلت للcheck out وما كمّلتش، الناس بقى ديّة أعمل لهم إيه offers، ما تفكّرش offers، يعني اعمل لهم offer، اعمل لهم free shipping، اعمل لهم first order discount، اعمل لهم cashback، اعمل لهم تقسيط، اعمل لهم أنواع كتيرة جدًا من الoffers، اعمل لهم مثلًا منتج هدية مع المنتج اللي هم هيشتروه، ابدأ اعمل لهم offers متنوعة وجرّب أكتر من offer. طب هل ده معناه إن أنا مثلًا ما اجرّبش الoffers عمومًا؟ لأ، ما كلّها بتجرّب الoffers عمومًا، يعني أنا باكلّم الشخص اللي مش عاوز يعتمد على الoffers بس في إن هو يبيع، إنما أنت لو أنت عايز تعتمد على الoffers، يالّا يا باشا، اعمل بقى offers وخلّيها buy one get one وخلّيها buy two get two وبيع، هتبيع كتير جدًا، 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 هييجي وقت هتندم على اللي أنت عملته ده، بس هتبيع، مش باقول لك أنت ما تبيعش، وممكن تفضل كده سنين تبيع، بس في الآخر هتيجي عند حتّة معيّنة وهتُقف، ممكن تُقف بدري، ممكن تُقف بعيد على حسب شطارتك بقى، وعلى حسب أنت أصلًا operationally بتعمل إيه، السوق اللي أنت بتخاطبه، الindustry اللي أنت موجود فيها، هو ده اللي هيفرق معاك، هيخلّيك تعرف تكمّل بالoffers والّا لأ، نَفَسك طويل، والمنافسين بتوعك عاملين إيه، فأنت لو مش عايز تعتمد بس على الoffers، اعمل بقى اللي قُلت لك عليه ده، ابدأ قسّم كده الدنيا عندك، وخلّي عندك stages، ويا جماعة بالله عليكم بلاش تاخدوا الكلام ده وتروح تقول أنا عايز أعمل ده بقى كده في الtargeting وجوّه الcampaigns، ده في الcampaigns بتtarget broad بنسبة 80% من الcases، بتعمل broad، بتعمل ad copy قوي مكتوب فيه keywords معيّنة وterms معيّنة عشان خاطر الalgorithm يفهم الإعلان بتاعك رايح لمين، الفيديو بتاعك بيكون فيه ويا سلام تحط عليه text عشان خاطر الalgorithm يقرا برضه الtext ده، لإن كمان يعني مع التطور اللي بيحصل في الAI هو already كده الvoice بيبقى برضه يقدر يdetect، بس برضه يعني لو في subs موجودة على ال الtext أو captions أو كلام مكتوب على الفيديو يعني، تمام، هيكون مهم جدًا، وtarget broad. في حالات بقى تانية كتيرة ممكن بقى تستعمل حاجات تانية وinterest تحط بقى ده وتحط ده وتعمل stages ومش عارف إيه والكلام ده، أو لو أنت الbrand بتاعتك يعني رهيبة والdata بتاعة الpixel عندك فيها معلومات كتيرة أوي وفيها audience size كبير، ساعتها ممكن تبدأ تبقى تقسّم شوية، تعمل custom audience تجمّع فيها كل stage من الstages دي، وتبدأ إيه، تعمل لهم كل واحد فيهم الcontent بتاعه وتtest وتجرّب، طالما الpool of audience بتاعك كبير. الكبير دي أنا باتكلم على 200,000 plus، ده الكبير. ممكن طبعًا في niches معيّنة يبقى الموضوع أقل من كده، ودايمًا يعني نقطة مهمة جدًا يا جماعة وأنا باقول مثال، أنا مش باقول قاعدة وحاجة خلاص هي دي بس، يعني لو أنا 100,000 يبقى أنا كده وِحِش، لأ ما أنت ممكن تكون في market بتبيع حاجات معيّنة مش هتلاقي size كبير ليها أو size audience بتاعك مش كبير already، فساعتها ما تقول طب ما محمد الTTL 200,000 لأ، أنت بتبيع منتجات ب50,000 جنيه، منتج ب50,000 جنيه لدكاترة مش عارف بيعملوا حاجات معيّنة، ما أنت كده خلاص أنت كده يعني عندك منتج وniche صغيّرة جدًا، فأنت في الآخر ما تقارنهاش بده، أنا باتكلّم بالقاعدة العامة عمومًا لأي منتج عمومًا، منتج direct to consumer ملابس، fashion، beauty products مش عارف إيه، الإيه،
الأجهزة، الحاجات اللي هي الإيه الcommon. تمام. فكده إحنا اتكلمنا على الstages، ماشي، بتاعة الcontent، وإزاي أنا باقسّم كل format، و كل stage منهم إيه الformat المناسب ليها. مهم أوي في مرحلة من المراحل الكَم بتاع الcontent أكتر من الكيف. يعني إيه؟ يعني إن أنت لازم يكون عندك إنتاج دائم ومتواصل من المحتوى، بتعمله بformats مختلفة، بيخاطب كل الفئات ديّة، وتقدر تtest بسرعة، وكل أمّا تكون بتنتج محتوى أسرع، كل ما أنت هتوصل أسرع. إزاي؟ عشان أنت هتلاقي من بين احتمالية إن أنت تلاقي winner ad أو winner creative هتبقى أكتر، إن أنا أقدر ألاقي إعلان ناجح أscale عليه، أكبّر عليه الحملات بتاعتي، وأضاعف عليه الحملات بتاعتي. هو هنا بقى، هو ده النقطة، إن أنت لو عملت إعلانين، فأنت غير لو عملت 200 إعلان. وفي نفس الوقت برضه الbudget، ما هو أنت هتعمل 200 إعلان، طب هتtest قد إيه؟ وهتtest لفترة قد إيه، وإزاي تعمل testing للكلام ده، بس الكلام ده ما ينفعش هنا في البودكاست. الكلام ده إحنا هنتكلم عليه في حلقات جاية بشكل كده high level شوية كده، بس keys معيّنة، تمام. بس في الآخر ده أنا already باشرحه في الonline webinars اللي باعملها. ممكن تبعتوا بس رسالة وهيبعتوا لكم آخر webinars عملتها مسجلة تقدروا تتفرجوا عليها. و النقطة المهمة بس إن أنت كل ما بتجري في المحتوى، كل ما أنت بتلاقي winners أكتر، كل ما تقدر تscale بشكل أسرع وبشكل أحسن. تمام. فتنوع المحتوى ما بين بقى UGC، ما بين text based ads، ما بين statement ads، ما بين us versus them، ما بين featured ads، ما بين كل بقى الأنواع والformats ديّة، الcustomer reviews، كل الحاجات دي كلّها، والطريقة اللي بتتجه بيها سواء كانت معمولة على صورة أو معمولة فيديو أو dynamic ad ومكتوب عليه text بس، كل الحاجات دي، وكل ما أنت بتtest أسرع، كل ما أنت تقدر توصل نتيجة بشكل أسرع. تمام. فلازم يبقى عندك الcontent funnel بتاعتك مترتبة، تمام، من أول بقى زي ما قلنا الunaware والproblem aware والsolution aware والbrand aware والmost aware. طيب آمم، النقطة اللي بعد كده كنت عايز أتكلم معاكم فيها، وهي خلاصة كده، ماشي، فيها 5 points مهمة جدًا للsuccess لمّا بتيجي تعمل محتوى. video and UGC content مهم جدًا، مهم جدًا الفيديو والUGC content، خصوصًا لو أنت لسه براند جديدة، لو أنت لسه بتبدأ تعمل إعلانات لنفسك، لو أنت ما جربتش الفورمات دي قبل كده لازم تجربها. تمام. تعمل content explaining المنتج إزاي بيشتغل، ماشي، فيديوز، images عليها text مكتوب بيشرح المنتج، formats جربها بقى كتيرة، بس في الآخر محتوى بيشرح إزاي المنتج بتاعك بيشتغل. social proof، social proof with results and benefits. يعني إيه؟ يعني محتوى مكتوب عليه حاجة تخلّي العميل يثق فيها. trusted by dermatologist made in UK. تمام. مش عارف loved by 10K customers، المنتج الأكثر مبيعًا. تمام. الحاجات اللي زي كده social proof بيدّي ثقة للناس، الناس بتحب تجرّب المألوف. فبالتالي لو حاجة الناس already بتجرّبها، فأنا ليه ما أجرّبهاش؟ يالّا هاجرّبها، ماشي. فركّز على الإيه، على الحاجات ديّة، تمام. ومهم أوي لو أنت عندك multiple products تعمل product bundling، مجموعة من المنتجات تبيعها كلّها مع بعضها عليها discount، أو لو أنت منتج واحد أو منتجين بس، ابدأ اعمل tiers. يعني إيه؟ يعني لو اشتريت منتج اشتريت واحد بس، فأنت ما لكش discount، بس لو اشتريت 2 ليك مثلًا 10%، اشتريت 3 فتiered discounts على عدد المنتجات اللي أنت بتشتريها منّي. بتنفع أوي في المنتجات اللي ليها فترة معيّنة وبتخلص وتعوز تجيبها غيرها، ماشي. بدل ما تعمل subscription فأنت بتعمل له discount على 3، 4 منتجات، فناس كتير جدًا هتحب التوفير وبتبُص على التوفير وبتحاول تشتري عشان التوفير، هتوفّر فلوس، ماشي. و ركّز بقى في الstatic ads، على الdirect selling، على الus versus them، على الstatement ad وعلى الcall outs. call out ديّة هاشرحها طبعًا، يعني كده الشرح بالكلام مختلف خالص عن أمّا تشوف الحاجة دي.
عشان كده لازم تشوف الwebinars لازم يعني إيه، يعني هتلاقي عندي على السوشيال ميديا أمثلة كتير للحاجات دي، سواء عندي أو على account الagency يعني، تمام؟ آمم فيه إعلانات بيبقى موجود فيها المنتج وطالع منّه سهم كده أو موجود منّه خَط، وفوق الخَط ده كلام، دي حاجة اسمها call out اللي هو أنا باشير لحاجة في المنتج نَفْسه وباكتب الكلام عليها، فدي اللي أنا قصدي بيها الcall outs يعني، تمام؟ فركّز على الحاجات دي كلّها عشان تقدر تقدر تطلّع أقصى حاجة ممكنة عندك من الإيه، من ال آمم، من الcontent بتاعك، وركّز على الformats المتنوعة، ركّز على إنك تعمل كمية بجد، بجد يعني ما تقولش أنا هاعمل يعني 20,000 والله ساعات بيفرق الcolor بتاع الbackground فعلًا، ساعات بيفرق كلمة أنت كتبتها في الإعلان نفسه ما كانتش موجودة قبل كده، ماشي، وبطّلوا بقى يا جماعة تحطّوا الlogo بتاع الbrand في التصميم، ما هو التصميم أصلًا صغير، هتحط logo الbrand ليه ما هو موجود على الaccount هو أنت بتبيع الlogo بس يعني جات في دماغي دلوقتي أصلًا حاجة مضحكة جدًا على موضوع الlogo ده، إحنا في بعض البراندات اللي بنشتغل معاها جرّبنا نعمل إعلانات فيها صورة الlogo بس على white background ومكتوب بقى الad copy نفسه هو اللي فيه الvalue proposition بتاعنا أو هو اللي مكتوب text تمام، وكانت ناجحة جدًا يعني، ماشي، جات في دماغي دلوقتي، بس بغض النظر عن ده، دي حاجة شاذة عن القاعدة، ماشي، يعني الlogo بياخد مساحة من التصميم، فأنت ليه بتحط logo أصلًا؟ ما أنت already موجود على الaccount يا باشا، يعني موجود على الwebsite. وفّر التصميم عشان تبيع، حُط حاجة تخلّيك تبيع، ما تحُطّش حاجة عشان الناس تعرف الlogo بتاعي، طب والناس لو اشترت منّك وما عرفتش الlogo إيه اللي هيحصل؟ ما فيهاش مشكلة، لو أنت بتعمل branding content ساعتها يا باشا ممكن تحُط الlogo، تحُط الmotif بقى، تعمل مش عارف إيه، ماشي، وبرضه عشان كلامي ما يتفهمش غلط، ده مش معناه إن أنا ضد الbranding وضد إن أنت استعمل ألوان بتاعة الbrand ويبقى عندك brand guidelines بل بالعكس، يعني ده جزء كبير أوي من مشاكل كتير جدًا بنشوفها visually الvisual chaos اللي إحنا بنشوفها ديّة والفوضى اللي بنشوفها في كل حاجة هي بسبب ده، إن كُلّه بينقل copy paste الفونتات وكُلّه الألوان وكُلّه يالّا بينا. ماشي، فأنت يبقى عندك brand guidelines وعندك designer شاطر بيعرف يعمل لك aesthetic content بيفرق طبعًا جدًا، جدًا، جدًا عن أي حاجة تانية. عشان ما أطوّلش أكتر من كده، لإن موضوع الcontent ده فعلًا، فعلًا هو مهم جدًا ومش هينفع يتكلّم فيه في حلقة واحدة ولا حلقتين ولا 3 يعني هنتكلّم فيه كتير يعني هنتكلّم فيه في تفاصيل تانية كتير جدًا، ماشي، بس يمكن في وقت تاني. آآ لو أنت كمّلت معايا للآخر فشكرًا جدًا ليك، أتمنى إن الحلقة كانت مفيدة. كالعادة سيبوا لي أسئلتكم و لو عندكم أي طلبات في الحلقات اللي جاية، وشكرًا جدًا ليكم، كان معكم محمد التيتي، مع السلامة.